الرصاصه اللي هتموتك مش هتسمع صوتها. انا طب خدت المثل ده عايز اقول لكم بيه دايركشن كده، عايز اقول لك ان انت مش في حرب، بس انت في البيزنس بتاعك في شكل من اشكال الحرب. طول ما انت ماشي هتسمع حد يقول لك ايه اللي بتعمله ده وحش، ايه اللي بتعمله ده مش هيجيب نتيجه، ايه اللي بتعمله ده غلط، ده مش حاجه صح، البيزنس بيقول اعمل كذا كذا، يا ريس ما بتعملش كده، دي بتعمل بالشكل الفلاني. كل الحاجات اللي ما تنفعش ده انا ممكن اسميه رصاص. الرصاصه بقى اللي هتموتك انت مش تسمع صوتها، فاي رصاص من اللي جاي لك ده عادي صباح الفل، وخش ودوس واشتغل وكمل وما تخافش. ودي اراء ناس، وزي ما قلنا شويه في ناس تحبك وفي ناس تحبكش، في ناس تسمعك وفي ناس ما تسمعكش، في ناس عايزه تكبرك وفي ناس مش عايزه. فما تقلقش لما تموت مش هتسمع صوت الرصاص. فلو انت في الحرب كمل ودوس، لو انت بتجتهد وشغال كمل ودوس، ما تخافش وما تقفش، ما تسمعش لحد، اسمع للي تحسه تاتشي، اسمع للي تحسه رساله جايه لك بتكلمك انت عايزاك انت، لكن غير كده ما تخافش اصلا. يعني اللي بيحصل في العالم مش هيأثر عليك. اللي خلاني اعمل حلقات واحد صاحبي اسمه حسين قال لي ايه، انا عندي مشكله ان الانجليش بتاعي مش اقوى حاجه، فدايما كان بيبقى عندي مشكله وانا بعمل برزنتيشن وانا بعمل اي حاجه ليها علاقه بالبيزنس بتاعي، ان الانجليش بتاعي مش اقوى حاجه. اشتغلت على نفسي وباخد كورس، فمن ضمن الناس وانا قاعد معاها قال لي يوسف هتطلع تتكلم انت بتقول مش عارف ايه بدل ايه، فضايقني قوي الواد ده قوي. لحد ما قابلت حسين، قام حسين قال لي ايه بقى يا رامي، قال لي انت عارف ان في نص مليار بني ادم بيتكلم عربي، 500 مليون، انا يسمعني 1%، انا اعجب بس 1%. يا نهار ازرق على الرقم. فقررت اعمل حلقات، فقررت بقى اطلع واقول اللي عندي، مش يمكن في 1% فعلا يعجبني، 1 في الألف، بلاش في المية. 1 في الألف دي لما نشيل من نص مليار، النص مليار دول 9 اصفار صح، لما نشيل 3 اصفار يبقى 1 في الألف ده هيبقى ايه؟ هيبقى 500,000، هيبقى 5 مليون. يا لهوي 5 مليون ممكن يبقى عاجبه كلامي، ده انا ابقى شيخيونير والله العظيم. فالرصاص اللي هتموتك النيجاتيف فايب، الحاجات الوحشه اللي هتطلع في وشك دي سكيب. لو عجبتك الحلقات اكتب لي كومنتس هنا وهتلاقيني بطلع لك تاني.